السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أحوال بلدنا. أنا طبعا يا ريت نشر الفيديو متابعة للصفحة. أنا جاي أقول لك كلمتين اتنين مختصرين. أنت مستحمل اللي حواليك ليه؟ أنت شايل فوق كتافك ومتحمل ليه؟ أنت لما بتتعب النهاردة حد هيشيل تعبك؟ أنت لو قال واحد فينا لو رقد النهاردة حد هيشيله؟ هيخفف ألمه؟ هياخد الدواء بداله؟ حد فينا بيدور على التاني؟ لما تموت حد يخش معاك القبر؟ لا، انت اللي بتحاسب على الفاتوره. انت بتعبك وضغطك لنفسك وانك تتحمل زياده عن اللزوم سوء ظن واهمال وتطنيش وكذب، وبتحاول بقدر المستطاع ان انت تحاول تراضي، لدرجة إن في أبهات ولا أمهات ممكن يمد إيدهم للحرام علشان خاطر ولادهم. ليه؟ هم لما يكبروا هيعملوا لك إيه؟ تعال بص معايا كده، كل دور المسنين مليانين سيدات ورجال أولادهم وفلذات أكبادهم رامينهم. اتحملوا ليه؟ وليه حطوا نفسهم في المحك ده؟ ليه حطوا نفسهم في محك الحرام والحلال عشان خاطر رب عيالهم وفي الآخر ابنه بيرميه؟ ما تعملش حاجة، اعمل اللي تقدر عليه. ربنا قال لك لا يكلف الله نفسا الا على قدك. شيل على قدك، تعب، حب، غضب، ارهاق، زعل، على قدك. ما تشيلش اكتر من طاقتك، وخلي كل حاجه لها حدود، واعرف ان ربك اللي بيصرف الامور. والشخص اللي عاوز ان هو يحتفظ بيك وعاوز ان هو يراعيك هيراعيك، والشخص اللي مش عايزك اعرف انه بيعك، وما دام باعك بيعه وما تشتريهوش. الشخص اللي بيحاول بقدر المستطاع ان هو يكون جنبك، ان هو ما يأثرش في حقك، ما تأثرش في حقه. انما الشخص اللي هو حمل عليك، ضاغط عليك، سواء بقى تكون مراتك، سواء يكون ابنك، سواء تكون امك، سواء يكون اخوك، ايا كان الشخص، اما حسش بيك وكان فعلا انت زي ما انت تعبان علشانه تعبان علشانك، يبقى بنقصه. مش هيعمل لك حاجه، ما بل ان هو هيأذيك نفسيا وهيتعبك جسديا، وفي الاخر برضه مش هيقدر اللي انت عملته علشانه. انا جيت كنت انا وانا بره، كنت بتعامل او كان في عميل عندي لبناني، فقال لي كلمه عجبتني قوي. قال لي انتوا كمصريين بتعيشوا عشان غيركم، عشان كده ما بتعرفوش تعيشوا. على ما بتيجي تفكر عشان تربي ولادك وتكبرهم وتجوزهم، واللي ما اشتغلش عايز تشغله، واللي ما كانش عايز تاكله، والبنت اللي ما اتجوزتش تقعد حزين تبكي عليها طول عمرك، على ما تيجي تفكر تعيش يكون الاجل طب عليك خدك. اما هم هناك لا، هناك كل واحد يعني عايش لنفسه. عموما احنا ما بنقولش عيش نفسك ان انت ترمي اللي حواليك، لا، او اعمل، قلت لك اعمل اللي عليك، اللي تقدر عليه في حدود اللي ربنا قسمه لك. اكتر من كده يبقى انت بتظلم نفسك، يبقى كده حرام، كده ربنا هيحاسبك. ربنا قال لك شيل على قدك. الرزق بتاعي، سعادتك وشقائك بايدي، مش بمزاجك عشان تشيل الهم. ومعلش، وما دقت الا مفرجت. كل مشكله سبحان الله ربنا بيعمل لها، بيجيب لها حل، انت ما بتحلهاش بهمك ونكدك وضغطك لنفسك. انما في ناس بتبقى كيف الضغط، في ناس دايما شافاك وحش، في ناس دايما شافاك ان انت، عشان كده ما تبررش لحد. اللي شافك حلو انت حلو، واللي شافك وحش انا وحش، وابن 30 في 30. ما تشغلش دماغك بحد خالص، لان كل واحد فينا في الحلو يعني بنتحمل بعض عشان بعض. الاب بيتحمل ابنه مع ان في عيوبه بس بيحبه، والام نفس النظام، والابن بيتحمل ابوه وبيتحمل امه عشان بيحبوا بعض، بيعدوا لبعض، والزوجه مع زوجها والاخ مع اخوه. لكن لو وقفوا لبعضهم محدش هيكمل مع التاني. علشان كده اوعى تيجي على نفسك عشان حد، اوعى تبرر لحد، واوعى حد يترن عليه مره ما يرد ما يردش عليك وترن عليه تاني. لو عايزك هيكلمك. هي دي الاصول، دي الحياه اللي احنا المفروض نعيشها بكرامه. حياه بلا كرامه بنقيسها خالص. عيش بكرامتك، احترم ذاتك، شيل على قدك في انفعالاتك، في حبك، في غضبك، في كل حاجه. اوعى تضغط نفسك في احوال بلدنا.